اليوم راح أعمل معاكم بسكوت الكرة. قبل بداية الفيديو الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من فيديوهاتي. تعالوا نشوف مع بعض كيف بدي أعمل هالبسكوت اللي منظره كثير حلو ملفت للنظر. أول إشي في صحن بدي أحضر المكونات. حطيت الزبدة اللي بحرارة الغرفة. طبعا المقادير والمكونات كلها في أسفل الفيديو في صندوق الوصف وفي بداية الفيديو. حطيت السكر عليهم. هلا بدي أخفقهم بالمضرب الكهربائي حتى يصير لونهم أبيض أو لون الخليط كتير فاتح. هلا هون بعد ما خفقتهم كتير منيح، هلا بدي أحط البيض، صفار بيضة. راح أحط البيكنج باودر، بيكنج باودر وفانيلا، وارجع أخفق كمان مرة. ضروري المكونات كلها تكون بدرجة حرارة الغرفة. هيك لملمت المكونات كلها مع بعض. هلا بدي احط لهم اخر اشي الطحين. طبعا العجين مجرد لم بس، ما بعجنهم عجن بايدي. بضل الم في المكونات لما تتشكل عندي عجينة متماسكة. هلا راح اقسم العجينة لقسمين. بعد ما قسمت العجينة لقسمين، هلا القسم الثاني راح احط عليه بودرة الكاكاو، وراح احط عليه معلقة صغيرة نوتيلا، وارجع اعجنه كمان مرة. وهاي العجينة الثانية اللون الثاني. هلا العجينة صارت عندي لونين، اللون الأبيض واللون البني. بدي أحطهم بالثلاجة ساعة كاملة قبل التشكيل. بعد انتهاء مدة الساعة هلا بطلعهم وبلش شكل فيهم. طبعا راح أشكلهم لكرات حجم صغير. بهاي الطريقة راح أشكل شكل الكرة. نحط قطعة بنية بالنص، وبعدين بحط حواليها قطع دوائر أبيض. بعدين برصها بإيدي بهذا الشكل، وبقالب مدور بدي أشكلها، وهذا منظرها النهائي. طبعا الزوائد بنشيلهم.
وهذول هم. بعدين خبزتهم درجة حرارة 200. جربوها كتير زاكية وألف صحة وهنا.